كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الصحفية، بدايتها اليوم من الصحف السعودية ومن صحيفة الرياض التي عنونت: تنطلق متزامنة من 7 مواقع تغطي أحياء العاصمة 10,000 قذيفة مضيئة تضيء سماء الرياض في العيد. أكثر من 3400 قذيفة مضيئة تنطلق عند 11:50 لتزين سماء الرياض بألوانها المبهجة، وذلك في إطار برنامج فعاليات أمانة الرياض للاحتفال بالعيد. انطلاق الألعاب هذه سيستمر لمدة 10 دقائق من 7 مواقع اختارتها أمانة الرياض، يمكن مشاهدتها من جميع أنحاء مدينة الرياض، وتشمل استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل وجامعة الأمير سلطان. من أجواء العيد في منطقة الرياض إلى أجواء العيد في مكة المكرمة التي تحدث عنها أمين العاصمة أسامة البار إلى صحيفة الوطن، وتحدث عن كافة الأعمال التي تنفذها الأمانة واستعداداتها المتكاملة لتنفيذ برامج واحتفالات العيد في مكة. كما تحدث البار عن 300 مليار لمشاريع في مكة المكرمة. أمين العاصمة المقدسة يؤكد وجود المتعثرة في بعض المحافظات لضعف المقاولين. البار أوضح أيضا أن مكة تحظى بدعم كبير من ولاة الأمر. الوطن مشاهدينا تناولت في عددها اليوم أيضا: خادم الحرمين يدعم تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ب100 مليون دولار. الملك عبد الله يؤكد أن من يتخاذل فقد أحاط نفسه بدائرة الشكوك والتهم. كلام الملك عبد الله تصدر أيضا عدد الاقتصادية، وعنونت الخبر: هنأ الأمة الإسلامية بعيد الفطر، السعودية تتبرع ب100 مليون دولار لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. خادم الحرمين: الفكر المنحرف أشد خطرا من حراب العدو. من اهتمامات الاقتصادية لليوم أيضا: القراصنة يستغلون المناسبات الاجتماعية، روابط خبيثة تخترق حسابات فيسبوك وتويتر في العيد. وبحسب الخبر فقد نشر قراصنة فيسبوك فيروس زيوس الأشهر الذي ينتشر في صفحات الإعلانات المتطفلة التي تجذب المستخدمين بالحصول على عروض وحسومات مميزة، بحسب تأكيدات ترند مايكرو المختصة بالأمن وحماية المعلومات لصحيفة الاقتصادية. نوضح أيضا مشاهدينا أن هذا الفيروس ظهر أول مرة منذ 6 سنوات، وخطورته تتمثل بأنه يكمن داخل الجهاز المصاب، وينتظر المستخدم لأن يجري تعاملات مادية ليسرق بياناته المصرفية أو أي بيانات أخرى توصف بأنها حساسة. نتابع في الصحف السعودية ونختتمها من عكاظ التي سلطت الضوء على مخاوف سكان محافظتي الكامل وخليص من انقطاع التيار الكهربائي خلال أيام عيد الفطر. الخبر هذا قال أيضا: أهالي المحافظتين يخشون تجدد الانقطاعات في العيد. ومدير الكهرباء يتحدث للصحيفة عن مواجهة ضعف التيار في الكامل وخليص بمولدات احتياطية. عكاظ تناولت أيضا توقعات الجمعية الفلكية في جدة ببدء تساقط شهب البرشويات فجر غد. وأضافت أيضا أنها ستتساقط بغزارة في كافة مناطق المملكة اعتبارا من الساعة 2 فجر غد الجمعة بمعدل يصل إلى نحو 60 شهابا في الساعة، موضحة أنه من المتوقع أن تبلغ ذروة تساقطها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. نذهب إلى الكويت حيث تم الإفراج عن جميع المغردين الحكوميين الذين اتهموا بتهمة المساس بالذات الأميرية، وهذا بعفو أميري خاص. هذا الخبر تصدر أعلى صحيفة عالم اليوم، وعنونته الصحيفة: الداخلية تؤكد الإفراج عن جميع المشمولين بالعفو الأميري الخاص وعددهم 7 أشخاص، المغردون أحرار. من عالم اليوم ننتقل إلى صحيفة القبس ومعها الختام، وفيها لفتنا: كول أراد التخلص من نصف الأتراك وابنه تزوج تركيا. هذا كان كل ما في جولتنا لهذا اليوم مشاهدينا، أشكركم على هذه المتابعة ونهاية أسبوع سعيدة.